أصدقائي، السلام عليكم ورحمة الله. في عام 1956 كانت الآنسة عايدة محمد مغاوري الطالبة بالسنة الثالثة بكلية التجارة بجامعة القاهرة تبحث عن فرصة عمل، وقد فوجئت بعد بحث وتدوير بأن كثير من فرص العمل يسيطر عليها الرجال بحجة أن طبيعة العمل لا تتناسب مع المرأة، لكنها كانت تؤمن بأن المرأة يمكن أن تشارك الرجل في أي عمل، فخطرت ببالها فكرة ما حصلتش، فكرة غير مسبوقة، وعلى الفور بدأت في تنفيذها. فتوجهت لشركة أتوبيسات أبو رجيلة وتقدمت بطلب لتعيينها كمسارية. وكانت المفاجأة الكبرى عندما وافق أبو رجيلة على قرار تعيينها في 15 يوليو 1956 لتكون أول كمثرية في مصر. وقد حدد قرار تعيينها مرتب ب10 جنيه و80 قرش في الشهر، بالإضافة لعمولة مقدارها 10 قروش عن كل جنيه تحصله بعد ال10 جنيهات الأولى. وتصدر هذا الحدث الغير مسبوق وهو تعيين أول كمثرية في مصر الصفحة الأولى لجريدة أخبار اليوم، كما أهدتها الجريدة بدلة الكمثري تم تفصيلها مخصوص لها. مش بس كده، فالسينما المصرية استثمرت هذا الموضوع وقامت بإنتاج فيلم اسمه الكمثريات الفاتنات عام 1957 بطولة إسماعيل ياسين. وقد ذكر الكاتب الصحفي عمر طاهر أن السيد عبد اللطيف أبو رجيلة قد ساهم في إنتاج هذا الفيلم تشجيعا للفتيات على العمل ككمثريات. ويبدو أن هذه الفكرة لعمل الفتيات ككمثريات لقت قبولا لدى بعض الفتيات، ففي عام 1956 أيضا نشرت مجلة روز اليوسف طلبات من مجموعة من طالبات قسم الصحافة بكلية الآداب جامعة القاهرة، تتزعمهن الصحفية الأستاذة نعم الباز للعمل كمثارية على خطوط ترام القاهرة. وقالت نعم الباز: لا شك أن هذا العمل وهذه المشاركة سوف ترفع من مستوى معاملة الجمهور، وسوف يعمل على تهذيب أخلاق المواطنين ويحد من مشاغبتهم وخناقتهم في وسائل المواصلات، خاصة بعد أن ازدادت المعارك الدامية بين الركاب والكمثرية هذه الأيام. ويكفي أنه في أوروبا تقوم الفتيات بهذا العمل بينما يقوم الرجال بالقيادة. ونشرت المجلة بعد ذلك أن مدير شركة ترام القاهرة رفض الاقتراح وقال إن عمل الكمثاري شاق يستمر حتى 2 صباحا، وهو عمل جسماني أكثر منه ذهني، وطبيعة المرأة لا تحتمل. أما من الناحية الأدبية فتخيل إن سيدة تمر وسط الزحام لتقطع التذاكر وسط الرجال، في هذه الحالة سيسير خلفها طابور من بوليس الآداب يحميها. على أي حال، فإن مشاركة المرأة للرجل في مهنة كمثري لم يكتب لها النجاح، بدليل أنه حتى الآن وبعد مرور قرابة 70 سنة على تعيين أول كمثرية أتوبيس لا نجد كمثرية من النساء في وسائل النقل المتعددة في مصر.